مرة تانية في النور. احنا في لحظة نقف فيها في حيرة ونتساءل من سيكون رئيس مصر القادم. الحقيقة تساؤلنا ده بيختلف من فئة للتانية، والحقيقة انه انسب فئة وانسب سؤال في العالم كله للرئيس المواطن اللي بيسأل نفسه مين اللي لو بقى رئيس بلدي ضرايب هتقل، الدخل هيزيد، الاحترام والمعاملة الكريمة هتزيد، الحقوق هتزيد، العلاقات تبقى طيبة مع كل دول العالم، اقدر اسافر واتحرك واجي ويبقى لي علاقات ثقافية وسياسية وسياحية، يعني بالبلدي كده اشم نفسي. ده المواطن العادي. احنا معانا الحقيقة النهاردة مجموعة من الشباب اللي بيتوفر فيهم المواطنة، توفر فيهم ان هم من شباب الثورة، توفر فيهم ان هم دول امل مصر، وشباب واعد. شرفني جدا في هذه الفقرة ان استضيف الاستاذ وليد عبد المنعم عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة. اهلا بيك استاذ وليد. ده نقطتك. كمان بيشرفني وجود الاستاذ وائل احمد المنسق العام لحركة شباب ضد البطالة. اهلا بيك يا استاذ حضرتك، شكرا على المقدمة الجميلة. اهلا بيك يا فندم. وكمان بيشرفني الاستاذ مينا فهمي عضو الهيئة العليا لشباب الثورة. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بسيادتك. الحقيقة يعني من غير مقدمات كتير، بجد احنا بجد شايفين فيكم الامل، فعشان كده انا عايز اعرف منكم انتوا شايفين الانتخابات ازاي، اللي هو ترجمة للسؤال اللي بقالنا سنة ونص بنسأله هي مصر رايحة على فين؟ ترى هي حاجة رايحة عليها نسألكم ايه؟ على رأي واحد لما قال الناس كل شوية يسألوني مصر رايحة على فين، فقلت له مش كنت تسأل قبل ما تركب؟ استاذ وليد، انا شايف ان اتمام انتخابات الرئاسة ان شاء الله في مواعيدها هتبقى من اهم مكتسبات الثورة اللي احنا بنسعى عليها. تمام. بالنسبة لنا المرشح القوي اللي يقدر يمسك رئاسة الجمهورية بالنسبة لي هو المرشح اللي هيحقق لي اهداف الثورة بعيد عن الفزلكة السياسية والصراعات بين الطوائف اللي احنا اصلا خدتنا بعيد عن اهداف الثورة تماما. احنا اهداف الثورة الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية. انا محتاج مرشح يبقى شبهنا، يوصل للمواطن البسيط يعرف كلامه. يعني واحد مننا يعني بتقولي على واحد مننا يعني؟ لا 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 الحقيقة لا، هو مش انا بكل حرية. انا بتكلم حضرتك في ايه؟ النهاردة بعض الناس بتحاول ان هي تتاجر بالثورة، بيحاولوا ان هم بالبلد كده هو يركبوا الثورة بأي شكل وبأي صورة وبأي حاجة من الأحوال، وبيشوهوا صورة مرشحين تانيين بحجة ان هم منتمين للنظام السابق، مع ان الناس كتير منهم مش منتمين للنظام السابق خالص. انا شامم ريحة، احنا هنا بنقول كل حاجة في النور، شامم ريحة مجلس الشعب النهاردة لما فجر بالظبط قضية انه احمد شفيق ما عرفش ليه مشاكل ايه وارضه ومش ارضه ومش معنى هذا التوقيت، وهيطلع بريء وفي الاخر بس يبقوا عملوا دوشة وتشويه. انت حضرتك بتتكلم في الفريق احمد شفيق. تعالى بقى للدكتور عمرو موسى، هم دلوقتي عمالين يروجوا اشاعات ان الدكتور عمرو موسى من الفلول. ازاي يعني؟ يعني انا نفسي افهم دي ازاي؟ عشان انا وزير خارجيه 9 سنين في النظام هو سايب وزاره الخارجيه من 2001 قبل ما تسوق الحاله بشكل كبير، والراجل 10 سنين، والراجل كان ليه انجازات عظيمه جدا على الصعيد الخارجي خارج مصر، والراجل سمعته ممتازه وبينزل للمواطن البسيط في الشارع. الراجل لف حملته الانتخابيه كل مصر تقريبا وعرف الاوجاع اللي بيعاني منها المواطن المصري. ازاي بتقول عليه فلول؟ وبعدين في ناس النهارده بتقول لك شباب الثوره كلهم بيرفضوا سين من المرشحين. انا عايز اقول لسيادتك حاجه، 25 يناير اللي احتفاليه الثوره المرشح الدكتور عمرو موسى نزل ميدان التحرير واحنا شلناه على الاعناق. يبقى معنى كده ان الفصائل تيارات الاسلام السياسي اللي زي السلفيين والاخوان عايزين يبعدوا عنهم المرشحين الاقوياء تمام بالتشويه ده باي شكل من الاشكال عشان تفضلوا في الساحه يقدروا منها ان هم يكونوا موجودين بشكل قوي قدام الناس. اظن الشعب شاف كويس جدا مين اللي بيكذب، مين اللي في الفتره اللي فاتت دي كان عمال يزايد بكل الاشكال وما وصلناش لاي حاجه، مين اللي عمال يعمل المشاكل وعمال يصدر الاشاعات وعمال يصدر المشاكل سواء المجلس العسكري او سواء البلد، ما حلش اي مشكله، ما عملش اي حاجه، وحضرتك اديك شايف مجلس الشعب وده الاقصى دليل ممكن نتكلم بيه. طيب استاذن حضرتك يعني انقل الاستاذ وائل واعرف رايك برضه في مشهد الانتخابات، واذا حبيت تقول من تؤيد رئيسا لمصر طبعا يشرفنا يعني. هو حضرتك الاول كده عايز برضه القي الضوء على
الاول على جماعه الاخوان المسلمين واللي هم عاملينه في البلد والجماعه السلفيه واللي هم عاملينه في البلد. الاول هم قالوا احنا مش هنرشح رئيس جمهوريه، وبعد كده رشحوا. بعد كده لا، في الاول خالص قالوا مش هن 4 بعد كده رشحوا 4%. الاول قالوا احنا مش هننزل بلد الشعب باكثر من 30%. مش هيبقى كلامه غالب. بالظبط كده. وبعد كده نفسوا على 100%. وبعد كده قالوا مش هنرشح رئيس جمهوريه، بعد كده نزلوا 4 وحطوا بدل خيرت الشكر عشان كانوا عارفين ان هو كده كده هيخرج، حطوا تحتيه محمد الموسي، وعايزين دلوقتي يشربوا لي الناس باي طريقه، اي طريقه ممكنه. دعايه ما تفهمش فلوسها جايه منين، ويعني الشرط اللي في اوسين والزيت والسكر لحد دلوقتي شغال. نظام نجاة واقفه في الشارع ما لهاش. الشعب تاني بيتكرر، لكن احنا شعبنا انا شايف ان وعي خلاص عارف. هم قالوا احنا اللي الشباب دول شوهوا سمعتنا وخلوا شكلنا بصراحة زبالة. شباب مين؟ شباب الثورة مش شباب سمعتنا. قال انتوا الشباب بتاخد من بره وليها منظمات وليها ودول شباب واقفين على الانتاج في ميدان التحرير، رجعوا هم تاني وقفوا في ميدان التحرير عشان يغيروا الدستور اللي هم اصلا وافقوا عليه في الاول وقالوا نعم ماشيين. ايام ما احنا كنا قلنا لا، قالوا لا دول مخربين، دول متسلطين من بره. فهم انا شايف المشهد الرئاسي بقى، المشهد الرئاسي انا شايف انا عايز واحد يكون ايه بالبلدي كده، ما يفرقش بين مسلم ومسيحي، ما يفرقش بين غني وفقير، مفيش حاجه اسمها واسطه. هو ده اللي انا عايزه. اللي انا شايفه كراجل مرشح انا ممكن ايده هو السيد عمرو موسى. انا عايز اسالك سؤال، انتوا بتعملوا الثوره او انتوا بتحطوا كل واحد مجهوده، كل واحد عمل حاجه، هل ما كنتوش بتحلموا بحد؟ انا يعني بلا حرج دلوقتي لانه لسه المحدده ما فيهاش اسماء غير ال13. هل ما كنتوش بتحلموا بحد زي وائل غنيم، حد زي زياد العليمي، حد زي التليمي خالد التليمه؟ يعني هل ما كنتوش حاسين ان حد من دول ممكن فعلا يمثلكم، يبقى امل البلد شابه جديده؟ اقول لك الصوره حضرتك، ايام ما كنا في الثوره ما كانش اللي احنا بنسعى اللي احنا يعني ما كانش في مخيلتنا ان حسني مبارك اصلا هيمشي. طبعا. عشان كده ما حلمناش في اللي بعديه اللي احنا نمسك شاب من شبابنا. لو هنيجي نتكلم مثلا عن واحد زي خالد علي رئيس الجمهوريه، خالد علي ممتاز بس صغير، ولعبة السياسة ودلوقتي الفلول متعمقة في كل ناحية من النواحي السياسية في البلد. ما يقدرش، ممكن الدورة اللي بعدها، لكن دلوقتي عشان نقول رئيس جمهورية يقدر انه يشيل مصر من الوضع اللي هي فيه وينهض بيها قدام، لازم واحد محنك سياسيا، واحد عنده خبرة سياسية داخلية وخارجية، رجل دولة. بمعنى كتير من الناس رأيهم كده. يعني عايز اعرف برضه اذا كنت انت من ضمن الفكرة دي ولا مش موافق عليها، اللي هي فكرة ايه؟ مش فكرة اسماء، فكرة ان يبقى فيه الرئيس اللي احنا محتاجينه دلوقتي ده 2 ولا 3. كتير من الناس برضه ما خبيش عليك مش شايفين ان المدة بتاعته هتكمل 4 سنين بسلام. يعني مش هو ده الحلم ممكن يبقى المرة الجاية خالد علي، حمدين سباحي، هشام البسطويسي، وكلهم اسماء محترمة ورائعة، لكن اللي هيعرف يلعب مع اللي بيلعبوا دلوقتي بالظبط لازم يكون واحد قديم. هل انتوا فعلا برضه رأيك كده؟ انا عايز بس افرق بين حاجتين، بين الصراع السياسي على السلطة وبين الصراع على التغيير. على التغيير. احنا دلوقتي في صراع على السلطة. فاحنا كنا نأمل زي ما أسبوع بيقول خالد علي شخصية محترمة، حمدين صباحي، أبو العز الحريري، البسطويسي، لو كانت الناس دي فعلا هدفهم هو التغيير وليس السلطة، ليه ما عملوش تحالف مع بعض يكون رئيس منهم ونائب وكل واحد يبقى مستشار أو حملة وزارية، وكان الموضوع ده هيخلي الشارع يتعاطف معاهم كناس معبرين عن كيانات ثورية أو معبرين عن ميدان، كان الشارع فعلا هيتعاطف معاهم. لكن أصبحت إن كل واحد دلوقتي بيجري على الكرسي، ما بقتش فارقة، مش المهم مصلحة البلد. فأصبح إن دلوقتي كل ده هيصب لمين؟ طبعا ده هيفتت الأصوات. مين أقوى مرشح مدني دلوقتي؟ حضرتك أحرجتني بالرأي ده، لأنه أنا من هذا المكان بنادي بقالي شهور وكل شوية أسأل الاجتماعات بتاعة الفندق الفلاني وصلت لإيه؟ لما كان منضم ليها كمان الدكتور أيمن نور من زمان. طب دلوقتي بعد ما خرج أيمن نور وصلوا لإيه؟ صدق أنا هقول لحضرتك حاجة، لو كان 4 مرشحين قلت عليهم دول كانوا تحالفوا مع بعض، هتلاقي في مرشحين موجودة دلوقتي من 13 مرشح كانوا يبدأوا يضموا عليهم. ليه؟ كانوا يحسوا إن الناس دي فعلا عايزة مصلحة مصر وأعلت مصلحة الوطن فوق مصلحة الكرسي. فالنهارده أصبح إن أنت مش منافس
وشايف نفسك مش منافس، بس انت يعني ايه عندك امل زي الطالب اللي ما بيذاكرش خالص وعنده امل انه ينجح. بسألك على حاجة، هل تتوقع برضو في رأي بيقول وقول لي تؤيده ولا لا، هل تتوقع انه الوضع السياسي الجديد في مصر سيسمح لهؤلاء حتى لو لم يتقلدوا مناصب رسمية؟ يعني إذا لم يقلد أحد منهم منصب رسمي إنه يبقى مثلا رئيس وزارة، لأن كل واحد دلوقتي يطلع في مناظرة يقولوا له هتاخد حد من الباقيين اللي مش هيقول لك لا، مش هاخد حد رئيس وزارة، مش هاخد حد نائب، مش هاخد حد مجلس رئاسي، مش هاخد حد وزير. لكن هل الوضع الجديد سياسيا في مصر هيسمح لهؤلاء إن هم يظلوا لهم كلمة ويطلب رأيهم خلال ال4 سنين اللي جايين، وبالتالي يبقوا موجودين على الساحة للانتخابات القادمة؟ انا اعتقد ان هم يكونوا موجودين، لان احنا في الوضع اختلف بعد الثورة. احنا كان عندنا قبل الثورة ما كانت الديمقراطية كانت معطلة بنسبة 2%، فاحنا ما كانت الديمقراطية بدأت تشتغل، مش هتشتغل بنسبة 2%، هتبقى تشتغل واحدة واحدة لحد ما نقدر ان احنا نحقق اكبر قدر ممكن من الديمقراطية. فانا شايف ان هيكون لهم مستقبل بس مش دلوقتي. بس هل هم هيبتعدوا ولا هيكون لهم دور؟ ما انت مش لازم ان انا اكون في منصب او في كرسي عشان ان انا اعمل حاجه. لو انا عندي مشروع او عندي حاجه، ايه المشكله ان انا اعمل مبادره او اعمل اي حاجه لصالح الوطن؟ وانا اعتقد ان هم اكيد في بعض المرشحين منهم هيكون لهم دور، بس مش شرط الدوره دي. احنا الدوره دي محتاجين واحد عنده خبره كويسه، عنده خبره خارجيه. الشعب المصري برضو لو هنتكلم عنده خبرة اللي فاهم، يقول لك عودة اللي فاهم، يقول لك احنا عايزين واحد فاهم، مش عايز واحد يجي يتعلم فيا. يعني مثلا لو نزلت الشارع هتلاقي مثلا في تعاطف مثلا جامد جدا من البوستراء مع السيد عمرو موسى. لماذا؟ يقول لك السيد عمرو موسى كان راجل موجود مثلا معروف، وكان موجود في عهد حسني مبارك كان معروف، ولذلك يمكن كثرة الأقاويل إنه استبعده لأن حاسس إن عمرو موسى كان ليه كاريزما وكان محبوب في الشارع. لو طلعت في آخر 10 سنين ده الشارع في مصر ده المواطن المصري كان له قدر من الاحترام في الدول الأجنبية. مصر كان عمرو موسى وزير خارجية. كثير جدا من المصريين خارج بيشيدوا بدور السيد عمرو موسى، لأنه كان بيقف مع المصريين بره، ودي طبعا دليل ممكن تسأل في أي مواطن معروف. فتلاحظ إن الشارع دلوقتي منحاز جامد جدا. ليه؟ لأن هو دلوقتي الراجل الخبرة اللي موجود اللي يقدر يعدينا المرحلة. احنا محتاجين بس زقة. هو اللي عنده علاقات خارجية كويسة، راجل دبلوماسي، راجل النظام استبعده لأن كان ليه قبول في الشارع. وكنت تلاحظ إن آخر 10 سنين الرئيس المخلوع كنت بتلاقيه الناس اللي معاه كلهم مفيش واحد كان له قبول في الشارع. يعني لو انت قعدت كده ترتب الوزراء ورئيس الوزراء والناس اللي كانوا معاه في آخر فترة ما كانش لهم قبول. فهو كان بيحاول يستبعد. ما هم دول اللي تم التضحية بيهم، هم دول انت واحد مكروه مين؟ طب ارموه، طب كفايه كده ولا لسه عايزين ده؟ الانسان عمرو موسى راجل بقى له 11 سنة بعيد عن الساحة السياسية في مصر، وراجل ولا كان في الحزب ولا كان له اي نشاط، فاهمني؟ فتلاحظ ان في تعاطف مع ده من الشارع. استاذ وليد، يعني انا طبعا يعني مع احترامي الكامل لآراء حضراتكم ورأيي الشخصي، لكن برضو مش عايز القعدة تتحول الى يعني تغليب مرشح واحد على الآخرين. يعني حتى أنا عندي سؤال لحضرتك، هل أنت بتشوف إنه المشكلة في مصر دلوقتي في رئيس الجمهورية؟ يعني هل رئيس الجمهورية، يعني هناك كثيرون يؤيدون فريق أحمد شفيق وشايفين إنه هو أنجز في وزارة الطيران المدني إنجاز رائع، وإنه لما كان رئيس الوزارة في مشاكل حصلت لكن هو وطني وصادق وعنده. أنا سؤالي مش برضه على الاسم، أنا سؤالي هل الرئيس القادم هو من يستطيع أن يعبر بنا لبر الأمان والديمقراطية، أم إننا عندنا حاجات تانية أخطر، وإن الرئيس اللي جاي ده ممكن تظل قوة سياسية موجودة دلوقتي تتحكم فيه حتى بعد ما يمسك أيا كان اسمه؟ أنا أستشهد بالله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أقول لك حاجة، من يمارس الدكل السياسي لا يصلح أن يكون رئيسا. بمعنى يعني أنا في النظر للسيد عبد المنعم الفتوح لقيته بيزايد في حتة احنا اتحرسنا، احنا عملنا، انا انفصلت عن الاخوان، انا وقفت ضد السادات. طب انت لما وقفت ضد السادات خرجت بره قطر، وانا اسف يعني خد اولادك الجنسيه القطريه، ما انا لازم حضرتك تحمي احنا سيدي الفاضل الفرصه بس هنا ابين للساده المشاهدين اقول لك لان احنا للاسف. لا استاذ وليد معلش اسمح لي، احنا بنعمل ايه هنا؟ بننور الناس. برنامج ننور يعني ايه؟ يعني نمشي ورا كل ما هو ايجابي ونبرزه. لكن فكرة ان احنا نقعد نعرض بالاخرين ممكن يصنع علينا قضية احنا في غنى عنها. انا بسأل حضرتك سؤال انا بتصور انه مهم للمشاهدية جدا. هل الرئيس القادم
هو من يستطيع أن يخرجنا إلى الديمقراطية في رأيك كشاب من شباب الثورة، ولا هتظل القوة اللي احنا رافضينها دلوقتي تتحكم فيه؟ لا طبعا، لا طبعا. انت محتاج دلوقتي رئيس قوي ذو ابعاد سياسية وايديولوجية داخليا وخارجيا، يستطيع بشيء من الحجم ان هو يرجع للدولة هيبتها تاني، يستطيع ان هو يكون دولة المؤسسات، يقدر ان هو يعمل حلقة الشد والجذب بين القوى السياسية المتناصرة اللي موجودة على الساحة. العراقيل اللي انا شايفها قدام قيام دولة مدنية محترمة هي تيارات الاسلام السياسي، وبعرضها بكل صراحة ولا اخشى من اي احد يرفع قضية، لان انا بتكلم على ثوابت وحقائق وحقوق. تمام، ده رأي حضرتك وده يحترم. استاذ وائل، احنا عندنا مشاكل في قوة تانية، ما خلينا بقى نتكلم بصراحة. صح؟ يعني مش بس تيارات الاسلام السياسي، يعني ناس بتخشى، وكان بعض ضيوفي في الحلقات القريبة السابقة من تحكم عسكري في مصر حتى بعد الرئيس القادم. يبقى مش بس مشكلتنا في تيار الاسلام السياسي. تمام. لكن انا عايز اعرف رايك برضه، السؤال مازال بكرر، هل الرئيس القادم هو من يستطيع ان يخرجنا الى دولة مدنية ديمقراطية؟ ده حضرتك يرجع الضمانة الوحيدة لذلك هو الشعب. الشعب هو من يقرر من يحكمه او يقرر مصيره. صحيح. ده مش اكتر من كده. اي شخص هيجي ما فيش حد مسانده، الشعب بتاعه مش مسانده، مش هيقدر يعمل حاجة لانه ده شخص. زي مثلا يقعدون في المداري مثلا، زي مثلا مسؤول بتدخلوا مثلا وزارة، الوزارة دي مثلا كلها بتحاربه، ازاي هيقدر ينتج طبعا او ازاي هيقدر يشتغل لما كل حتى الموظفين بتوعه بيحاربوه. يبقى بالتالي انا بقول لحضرتك الضمانة الوحيدة هو الشعب. وانا زي ما قلت لحضرتك ان الشعب بتاعنا خلاص فهم اللعبة. اي طيار عايز يسيطر على الشعب تاني زي مجلس الشعب ما يتهيأليش اللي هو يقدر يعملها، لان خلاص الشعب ده عنده يعني شيء من الثقافة والوعي الكامل اللي انا يعني. طب عايز اسأل استاذ مينا، اتفضل. يعني استاذ وائل في اجابة سؤال سابق قال فكرة احنا لما نزلنا ما كانش هدفنا ان احنا نسقط الرئيس، الحقيقة هو الرئيس اللي قدم لنا الخدمة بتباطؤه وتعليه تفكر المطالب في التحرير، حتى صار مشيوا امر بقى ايه، حتى لو هنموت بس يمشي. انا عايز اسألك، هل انت يعني شايف انه المشاكل والقضايا اللي بيعاني منها شباب مصر، وانت نموذج لهذا الشباب، الرئيس اللي جاي يقدر يعمل فيها ايه لما يرث تركة كده بهذا المستوى واقتصاد بهذا المنحى واحتياطي اجنبي عامل كده، وناس كمان برضو شوية غرتها الثورة، بعض الناس ما بتشتغلش شايفة ان هي القعدة في ميدان التحرير هي الحل. ايه رقم واحد لازم يكون الرئيس اللي هيجي يكون هو يعني يكون عنده قرار ويحل يعني يحل المشاكل بقرارات سريعة. يعني موضوع ان هو الخطط ولازم يبقى فيه شفافية، يعني موضوع بقى التعتيم وما يتكلمش وما يطلعش، لازم يكون على الاقل كل فترة زمنية لازم يطلع يعرض اي حاجة يعملها، يعرض خطة زمنية ليها، احنا هنعمل كذا وهنبدأ كذا، ولازم الشعب يحس بمكتسبات الثورة. ايوه، لان احنا برضك لما هنتكلم على مكتسبات الثورة، المواطن البسيط النهاردة ما وصلتلوش مكتسبات الثورة، هو مش حاسس بيها. وتلاقي حضرتك ان يمكن بعد الثورة اماكن كتير في الحكومة مرتباتها زادت، ومع ذلك برضه هم مش مقتنعين. يعني في ناس كتير يقول لك الثورة عملت ايه. فلازم رقم واحد لازم يحقق مطالب الثورة. يعني برضك عمالين ناس مجلس الشعب جه برضك ما قامش بأي دور. يعني نرجع تاني للمربع بتاعي الرئيس والإرادة عدالة اجتماعية. الثورة قامت ليه؟ صحيح. دي الأسباب الرئيسية اللي خلت الثورة قامت. لو هو هيقدر يحل المشاكل ديت، مش شرط مش هنقول يحلها في يوم ولا في يومين، بس يكون انت تحس بتحسن تدريجي. يعني احس النهارده مثلا ان انا الشهر ده احسن من الشهر اللي فات، من ناحيه الامن، من ناحيه الاقتصاد، من ناحيه ثبات الاسعار، ما يحصلش زي ما حصل في العهد السابق انه يبدا. طبعا ده مهم جدا موضوع الحد الادنى والاقصى، ده دي طبعا مطلب صريح من مطالب الثوار لا تراجع عنه. لازم يبقى في حد ادنى، وفي نفس الوقت مش يبقى الحد الادنى تعمل بنفس السياسه اللي كان بيعملها الرئيس المخلوع، ان انت تعلي الحد الادنى وتزود السلع والخدمات. لا، احنا عايزين الدخل الحقيقي، المواطن يحس ان الدخل الحقيقي بتاعه زاد فعلا، مش الدخل النقدي بس. يعني انا كنت اتمنى ان انا اتحاور مع حضراتكم اكتر من كده، بس للاسف يعني وقت الحلقه خلص. بس انا اتطلع للقاءات دائمه، وعلى فكره مع الشباب، وبالذات
مع شباب الثورة، خصوصا انه في اتهامات كانت كيلت لشباب الثورة ان هم اختفوا، وانه الثورة اللي ملهاش قائد اللي هي علمت العالم يعني ايه شعب من غير قائد، لما جت بعد كده تسحب السجادة من تحت رجلين الشعب كله ما كانش ليها قائد كده. وانا عايز بس اضيف حاجه، لازم الرئيس اللي هيجي لازم يقدر يحقق التوازن السياسي بين كل القوى الحزبيه والسياسيه والائتلافات الثوريه. اللي مش هيقدر يحقق التوازن ده يبقى من دلوقتي يعرف ان هو مش هيقدر يكمل. صحيح، انا بأيدك يا استاذ مينا فهمي عضو الهيئه العليا لشباب الثوره، وبأكد على ان مطلبنا كلنا ان الرئيس اللي يجي لا يقصي فئه ولا يعود لسلوك سابقين بانه ياخد مثلا الفئات ديت ويرجعها للسجون ويخلص الكلام الإداري من الكهولة اللي موجودة فيه. النهاردة الشرط الوحيد عشان تبقى سيادتك في منصب قيادي في أي وزارة من الوزارات ان انت يكون عندك 55 سنة و60 سنة و65 سنة و70 سنة كمان. عايزين بقى ننزل الأعمار شوية، لأن كل ما قال السن كل ما الإبداع بيقل، فعايزين كده هو ننزل الأعمار شوية، نحط بقى ندي للشباب فرصتها في المجتمع. الناس اللي موجودة ومثبتة في الكراسي والمفروض كانت تمشي، نبتدي بقى نشوف منها الصالح ومين منها الطالح، نغير بقى في البلد ونغير الفساد اللي موجود فيها، لأن الفساد عش يعني وبقت ريحته بتسكن الألوف. عايزين بإذن الله كده نظبط البلد بإذن الله. بشكرك جدا أستاذ وليد عبد المنعم عضو المكتب التنفيذي اتحاد شباب الثورة، شرفتني بقى. كمان جزيل الشكر أستاذ وائل أحمد المنسق العام لحركة شباب ضد البطالة، واحنا يمكن حياتك شفت بنحاول نشتغل معاكم يعني بيبعتوا لنا ناس يقولوا لنا عندنا وظائف ونروح قايلينها. شكرا جزيلا لحضراتكم أحبائي مشاهدي في النور، شكرا جزيلا لوجودكم معانا. بكرة حلقة جديدة في النور.